قبل ما نتكلم على على المباراة حنفصلها، الهدف ونشوف الهدف بالإعادات الكاملة، هل أحرج فيها حجازي؟ انا اشوف انه كان يعني شوف هي كوره صعبه يعني، وانه كان انه هو يخليها تعديه، كانت ممكن بنسبه كبيره ممكن تتسجل. لكن القدم اللي راح بيه انا اشوف لو راح باليسار ممكن، احنا الان بنتكلم الكلام سهل الان هنا، لكن انا بتكلم كالافضل انه كان يروح برجله اليسار، كان اضمن انه هو يستخلصها اضمن من اليمين. وما تلاحظ ان دخول زياده عن اللزوم المنطقه هذه اسهل، يعني اي لمسه خطيره، يعني كان ممكن انا اشوف ممكن كان يوقف بخطوه اقرب، لان هذه مساحه للحارس. طيب، وحتى لو كانت العرضيه صعبه، لكن لو تشوف الاعاده من اول تشاهدها كلها مره ثانيه، لما تشوف الاعاده من اول هو سبق المهاجم بخطوه، وهذه انا اعتقد هي سبب السلبيه اللي حدثت لحجازي. لكن كره صعبه والاخطاء وارده زي ما ذكر ابو عمر، وكان ممكن يتصرف برجل الثاني، بس في احيان جزء من الثاني احيانا التركيز يغيب عليك، خاصه في مباراه مرهقه وطويله جدا. لا هو غاب التركيز ترى من قروهي من حجازي بنفس الوقت، يعني يلام عليها قروهي. لانك انت الحين شايف الكوره، المفروض انك انت واضح انه حجازي ما راح يجيب الكوره، من الصعب انه يجيب الكوره، يعني انا يعني شفت تمركز قروهي، عارف انه حجازي من الصعب جدا انه يبي يصل للكوره، يعني أنا المفروض انه قروهي بعد برضه انه منتبه للحاجه هذه، ولكن كوره ترى صعبه لا على الحارس المرمى ولا على حجازي. اعتقد انه حاول يطلعها، انا اتفق مع ابو عمر انه لو برجله اليسار ممكن افضل واحسن، ولكنه راح بالجهه هذه من الصعب جدا انك تطلع كوره بالطريقه هذه. لأن نفس الشيء يعني احنا تكلمنا على الكوره شوف هنا وصعوبتها في الحاله هذه ابو عمر، شوف هنا المفروض كان يوقف حجازي، لكن هو الزياده اللي زادها هي قربت للباب. ليش ما حرجه ماريجا، ما حرجه في مكان الكره؟ لا احنا بنتكلم الكوره صعبه وارتفاعها ومع الرطوبه، واحنا بنتكلم ترى اللاعب بذل مجهود كبير في المباراه، الشوط الثاني الاضافي التركيز ممكن يفقده، لكن انا اتكلم انه بالفعل يعني كانت ممكن انه يعني يكون فيها تصرف افضل، انه يلعبها برجله العكسيه اللي هي اليسار، كانت يعني اضمن واسهل. ولو خلاها حجازي ترى فيه عمر يعني قريب يعني، بس صعب يعني المنطقه هذه صعب انك تعتمد يعني الا لو واحد اتكلم معه.